اهلا بيكم مرة تاني. النهاردة هنكمل الجزء التاني من المسلسل، ولو ما شفتش الجزء الاول هتلاقيني سايب لك الرابط في الوصف. ومن غير ما اطول عليك حط لايك ويلا بينا نخش في الاحداث على طول. وبتروح عذرا لاخوها وبتعرفه ان هي هتعمل عملية، وبتقوله ان ده الحل الاخير، وبتطلب منه ان هو لو حصل لها حاجة يبقى ياخد باله من ليلى. وبتتصل عذرا بشركة التنظيف واللي بيتعامل معاها اسرهم، وبتقدم على طلب وظيفة هناك باسم دافنة، وبيعمل لها دمير العملية. ولكن أثناء العملية قلبها بيقف، وبتحلم عذرا ببنتها وهي بتطلب منها ما تسيبهاش وتمشي، ولكن دمير بيقدر إن هو يلحقها وقلبها بيشتغل مرة تاني. وبتفوق عذرا من العملية وما بتكونش عارفة هي مين، وكمان ما بتكونش فاكرة أي حاجة. وبتشوف وشها وهو ملفوف في المراية فبتصرخ، وبيدخل عليها دمير ولكنها ما بتكونش عارفة هو مين، فبيطلب منها إنها تهدى، وإن هو عارف إن الضمامات بيكون شكلها مخيف ولكن هم هيشيلوها في اقرب وقت. وبتكرر السؤال وبتقول له هو مين، وبتقول له ان هي مش فاكره اي حاجه. فبيتصدم دمير وبتصرخ عذرا، وبيحاول دمير ان هو يهديها، فبيضطر ان هو يديها حقنه مهدئه. وبيتخانق مع صاحبه اللي بيكون دكتور معاه في العيادة، وبيقوله ان ازاي يعمل عملية لواحدة ما يعرفهاش، وان كمان يعمل عملية خطيرة زي دي، وانه كده هيودي نفسه في داهية، وان هما ما يعرفوش عنها حاجة، وانها دلوقتي مش فاكرة اي حد. وبيسألوه لو كان معاها تليفون، فبيفتحوا تليفونها ولكنهم مش بيلاقوا فيه غير رقم دمير، وما بيكونش عليه اي صور. في اللحظة دي بتفوق عذرا وبتسأله هي ليه مش فاكرة حاجة، فبيقول لها ان العملية دي كانت كبيرة، وان كان ممكن حصل شوية مضاعفات أثرت على الذاكرة، ولكن الموضوع ده هيكون مؤقت، وإن مع الوقت هتفتكر كل حاجة. فبتقوله إن هي حتى مش فاكرة شكلها، وبتطلب منه تليفونها علشان تشوف صورها. فبيقول لها إن هو شاف تليفونها وملقاش عليه حاجة ولكنه محتفظ بصورة ليها. فبتسأله هي ليه عملت العملية دي، فبيقول لها إن هي ترجته إنه يعملها لأن كان في ناس عايزين يقتلوها. فبتقوله إن هي مش واثقة فيه، وإن هي هتبلغ عنه، وإنه أكيد قصد يعمل فيها كده. فبيقول لها ان من المستحيل ان هو يقدر يخليها تفقد الذاكرة، ده غير ان هو بيفكرها ان هي كانت هتنتحر لو ما كانتش عملت العملية دي. فبتطلب منه انها تقعد لوحدها. وبيعدي ايام، وبيقضي دمير وقت كتير مع عذرا، وبيقضي معاها كل يوم، وبيبقوا اصحاب، وبيجيب لها لبس وبيحاول ان هو يخليها احسن. وبيعدي شهرين وبيفك الضمامات عن وشها، وبتشوف عذرا شكلها واللي بيكون عاجبها جدا، وبتقول لدمير ان هي مش فاكرة شكلها قبل كده ولكنها مبسوطة بشكلها دلوقتي. وبيكون أمير مكتئب وبيتفرج على فيديو بفرحه هو وعذرا. وبتدخل أم أمير وبتقول له إن هما بقالهم شهرين بيدوروا عليها، وإن هما ملقوش ليها أي أثر، وإن هو لازم يجهز نفسه لأي خبر. فبيتعصب أمير وبيقول لها إن عذرا عايشة، وإن عذرا لو ماتت فهو كمان هيموت. وبنرجع مرة تاني لعذرا ودمير، وبتكون عذرا متضايقة، وده بسبب ان محدش اتصل ولا سأل عليها من شهرين. وبتقول لدمير ان هي كده ملهاش عيلة ولا حتى ليها اصحاب. فبيقترح عليها دمير ان هما يلفوا في اسطنبول، وان هي بقت كويسة، وان الخروج هينفعها جدا. فبتوافق عذرا، وفي الوقت ده بيتصل بأمير واحد من رجالته، وبيقول له ان هما دوروا في كل اسطنبول، وان عذرا ملهاش اي اثر، وانها ممكن تكون ماتت. فبيتخانق معاه امير، فعلى طول بيقرر ان هو يبلغ الصحافة، وان مراته بتكون مختفية. وبتسمع امه بالكلام ده وما بتكونش عايزة امير يعمل كده، وده علشان لو طلعت عايشة ما يلاقيهاش. وبتزور قيمة عذرا وبتجهز طلب طلاق وبتبعته لامير، وده علشان يصدق ان عذرا عايشة. وفي الوقت ده بيخرج دمير مع عذرا، وبيقربوا من بعض، وبيخليها تلف اسطنبول كلها. وبتشوف عذرا صور في دماغها من الماضي، وبيسألها دمير مالك، فبتقوله ان هي شافت نفسها بتهرب من حد ولكنها ما قدرتش تشوف وشه. وبتكون عذرا مش قادرة تفتكر حاجة تاني. فبيعرض عليها دمير ان هما يروحوا مكان الحفل، واكيد هي كانت هناك قبل كده لسبب معين. فبتقوله ان ده مكان راقي جدا ومش هيرضوا يدخلوها باللبس ده. فبيقول لها دمير ان هو هيتصرف. وفي الوقت ده بتوصل لامير اوراق الطلاق اللي زورتها امه. وبنرجع لواحدة من الخدم وهي بتحاول تنزل القبو بتاع البيت، فبتتخانق معاها المساعدة. وبنعرف انهم ممضيين الخدم على شرط جزائي كبير، ان هم لو خالفوا قواعد البيت ده هيدفعوه. فبتترجاها الخدامة ان هي تسامحها، وان هي لو
لو اشتغلت عمرها كله مش هتقدر تجمع المبلغ ده. وعلى طول بتكلم المساعدة شركة التنظيف وبتطلب منهم خدامة تانية، وبيستغرب مدير الشركة وبيقول للمساعدة ان مفيش خدامة بتكمل معاهم، وان الموظفين لما بيقروا الشروط بتاعتهم مش بيرضوا يروحوا لها. وبيجي قدامه طلب توظيف عذرا، وبنشوف امير واللي بيكون مبسوط جدا من اوراق الطلاق، وده لان معناه ان حبيبته لسه عايشة. وبالليل بياخد دمير عذرا لمكان الحفلة، وبتشكره عذرا على الفستان، وبيقول لها ان هو عجبته ريحة العطر اللي اختارته وان هو شبهها جدا، وبتسيبه عذرا علشان تلبس البلطو بتاعها. وفي الوقت ده بيشوف امير ان دمير موجود في الحفلة، فبيروح وبيسلم عليه. ولكن قبل ما بترجع عذرا بيكون امير مشي ومش بيشوفها، ولكن في اللحظة دي بيشم امير ريحة العطر بتاعت عذرا، فعلى طول بيفتكرها وبيدور عليها ولكنه ما بيلاقيهاش. وبيسأل الصحفيين امير لو كانت اخبار طلاقهم حقيقية، فبيقول لهم امير ان دي مجرد اشاعات وان علاقته بمراته كانت كويسة جدا. وبيسأل دمير عذرا لو افتكرت حاجة، فبتقول له للاسف لا، وبتقول له ان هي بتفكر تروح للشرطة لان هي حتى ما عندهاش اي مكان تقعد فيه، وانها اكيد مش هتعيش في العيادة. فبيطلب منها دمير ان هي تيجي تقعد عنده في البيت، وبيعرفها ان هو عايش لوحده. فبتقول له ان هو عمل علشانها كتير ولكنها مش هتقدر تقبل بده. فبيقول لها دمير ان هو مش بيستأذنها، هو بس بيعرفها هيعملوا ايه، ده الا بقى لو كانت عايزة تخلص منه. فعلى طول بتوافق عذرا، وبيقول لها دمير ان هما محتاجين يعملوا تمارين ذهنية علشان خاطر الذاكرة ترجع ليها. فبتقول له ان هي بتحب الترتيب وبتتعصب من الفوضى. فبيرد عليها معنى كده ان هي ممكن تكون اتربت من اب في العسكرية، ولكنها بتقول له ان ضوافرها معمولة بعناية، وده معناه انها واضح انها كانت من عيلة غنية. فبيقول لها دمير او ممكن تكوني متجوزة راجل غني. فبتقول له ان هي اكيد مش متجوزة، وده لان ما معهاش خاتم. وبتسأله عذرا لو حب قبل كده، فبيسكت دمير. فبتقول له عذرا علشان كده هربت لامريكا علشان تنساها. فبيتضايق دمير وبيكون عاوز يمشي، فبتعتذر له عذرا لو ضايقته بالكلام، وبتطلب منه ان هما يقعدوا كمان شوية. فبيوافق دمير، وبنرجع لامير تاني واللي بيكون راجع للبيت، وبيلاحظ ان الخدامة بتحاول تتقرب منه، ولكنه قبل ما يمشي بتسأله لو محتاج منها حاجة. فبيقرب منها وبيقول لها حاجة في ودنها، وبيطلب منها ان هي تيجي وراه، وبياخدها على القبو اللي تحته. وبمجرد ما بتدخل بتصرخ. وبنرجع تاني لدمير وعذرا، وبتشكره عذرا وبتقول له ان الخروج نفعها جدا. فبتقول له عذرا ان من ضمن التمارين الذهنية تفتكر انها بتعرف ترقص، فبيقول لها انها هتبقى تحاول بعدين. فبتقول له ان هي عايزة تجرب دلوقتي، وبتطلب منه ان هو يركن العربية. فبيسمع دمير كلامها، وبتنزل عذرا وبترقص، وبيتفرج عليها دمير وبيكون معجب بيها جدا. وبتقول له ان هي حاسة انها بتقع، فبيقول لها ان هي حتى لو وقعت فهو موجود. وبتطلب منه ان هو يرقص معاها، ولكنه بيقول لها ان هو ما بيعرفش يرقص. فبتقول له عذرا ان هو يبطل يبص ليها كأنها مجنونة. فبيقول لها بس انت كده فعلا. وبيرجعوا على بيت دمير واللي بيعجب عذرا جدا. وبتكون عذرا في الوقت ده سكرانة، فبتحاول ان هي تقلع جزمتها وبتكون هتقع، ولكن دمير بيساعدها. فبتشكره عذرا وبتقول له ان هو بارد ومتكبر زي الانسان الآلي، ولكنه قلبه ابيض جدا ومجروح. وبتضحك عذرا وبتقول له ان كده بقى اعرف عنك حاجات اكتر من اللي هعرفها عن نفسي. فبيسألها دمير عرفت كل ده ازاي؟ فبترد عليه ان هي عرفت من عينيه. فبياخدها دمير علشان تنام. وفي الوقت ده بيكون امير بيحلم بيها، وبيكون فرحان جدا ان هي رجعت له، ولكن لما بيصحى ما بيلاقيهاش. بيقوم يشم ريحة لبسها، وبيقول لنفسه ان لو في حد حاول يبعده عنها هيقتله. وفي الوقت ده بتشوف ام عذرا، واللي بنعرف ان هي اسمها مديحة، واللي بتشوف امير في التلفزيون وبتقول ان هو بيحب بنتها، ولكن بنتها غبية وما تستاهلش الحب ده. فبيتعصب اخوها منها وبيقول لها ان اخته مش في البيت بقالها شهرين، وانه مع ذلك مبلغش عنها وطالع يكذب. وبيسألها لو ما قلقتش على بنتها لحظة. فبتقول له ان هي مش قلقانة، وده لان محدش يقدر يأذي مرات امير، وان هي عارفة كويس هي جوزتها لمين. ولكن بيكون سليم قلقان على اخته. وفي الوقت ده بنشوف عذرا واللي بيجي لها مكالمة من شركة التنظيف، وبيقول لها الموظف ان هي قدمت من شهرين على وظيفة، وانها لو لسه عايزة الشغل ده تيجي دلوقتي. فبتروح عذرا الشركة وبيديها الموظف عنوان بيت امير،
كبير وبيكون ده البيت اللي محتاج مساعدة. وبتروح عذرا البيت وبتقول لها مسؤولة الخدم ان امير هيعمل معاها مقابلة وهو اللي هيحدد لو هتشتغل او لا. وفي اللحظة دي بتقابل عذرا امير، وبمجرد ما بتشوفها ليلى بتناديها وبتقول لها يا ماما. ولحد هنا بيخلص الجزء الاول من المسلسل، وما تنساش تعمل لايك وتتابعني علشان انزل لك الجزء التاني اللي هكون سايبه لك في صندوق الوصف.